اطلب سحب هذا النظام هذا. الحكومه يكون عندها الجرأه تسحب هذا النظام هذا. كل حكومه مسؤوله وتسحب هذا الشيء. خلق لنا بؤره ديال ونديروا واحد النوع من الهدنه ويعربوا المحل ونعاودوا نبنيو من جديد. فين كاين المشكل؟ ما يمكنش انا واحد في الماليه كيشد التريبل ديال واحد ديال الاستاذ. هذا ظلم. هذه حقره للتعليم ما نقبلهاش، انا ما نقبلهاش. وسيكون صوتي عاليا النظام الاساسي ديال الماليه. وسجلوا عليا لن اسكت، واقسم بالله لن اسكت. نطعنوا بالشرط ما نفوتوش اجل شهرين. كيفاش نحلوا الازمه اليوم؟ مخارج الازمه. واش هذا النظام الاساسي نص مقدس ما يمكنش يتلغى؟ انا كنطرح هذا السؤال. الان خلينا نمشيو لقدام. الان الحل حسب استقراء جميع التعليقات والتفاعلات والتدوينات ديال الاساتذه انهم يطالبون لا نقاش بعد اسقاط النظام. العباره بين قوسين كلمه اسقاط مفزعه مرعبه. تغيير نظام، سحب النظام، ابطاله، الغاؤه. نقولوا الالغاء، نهضروا شويه قانونيين. قبل هذا الشيء انا كان على موقفي الان، انا الفرفار العياشي المواطن المغربي الاستاذ الجامعي رجل التعليم قبل ما نكون لا برلماني ولا استاذ جامعي، رجل التعليم في التعليم الابتدائي لاكثر من 16 سنه. اعلن ينبغي سحب هذا النظام هذا. انا اطلب سحب هذا النظام هذا. الحكومه يكون عندها الجرأه تسحب هذا النظام هذا لسببين وغنقول غنناقش لماذا. لسببين. السبب الاول ان الناس اللي مستافدين منه كيديروا الاضراب. الناس اللي مستافدين منه وتمت الاستفاده منه وغادي يستافدوا حتى هما ما عجبهمش الحال، دايرين الاضراب. نعطي مثال، الدكاتره يتقلقوا ما عنديش مشكل. الدكاتره تعطاكم واحد الوضع امن، نفس الوضع داخل الجامعه ومعفي من المشاكل ديال الجامعه ومن الضغوط ديال الجامعه، وتعطاكم وضع امن. داكشي كنتو كتناضلوا به خديتوه وكتمارسوا الاضراب دابا، وتا واحد ما بقاش كيدافع على النظام رغم انهم سيستفيدوا منه. اذا اللي مستافد ساكت واللي ما مستافدش من حقه يحتج. كاينين فئات التعليم الثانوي التاهيلي من حق مشكل. اذا النظام الاساسي الطبقات المستفيده منه حتى هي ما راضياش، ومفارقه حاده هذه. وحتى دوك اللي جاوا وسينصفون عندهم تعويض مزيان ساكتين. ترى كل مشروع وحيدا يقاوم هذه الاعاصير، لا احد يسنده. اشكال حقيقي. اذا ما قدرتوش تدافعوا وانتم مستافدين اذا خاصو يتسحب. وثانيا ان الناس اللي ما مستافدينش وحسوا براسهم انهم مظلومين كيحتجوا ومن حقهم يحتجوا. اذا تكون عندنا الجرأة السياسيه وتكون الحكومه مسؤوله وتسحب هذا الشيء. خلق لنا بؤره ديال ونديروا واحد النوع من الهدنه ويعربوا المحل ونعاودوا نبنيو من جديد. فين كاين المشكل؟ ياك الاساتذه في الشعب كيعرفوا انهم يدافعون عن المدرسه العموميه وهم اولاد المدرسه العموميه وكياكلوا منها خطريف الخبز. ايوا نسحبوا، ماشي مشكل يتسحب. مالو مقدس، مالو قران، يتسحب. ان اختلافي ليس حول الهدف، انا مع الانصاف ومع العداله الاجريه، ماشي حتى مع العداله الاجريه. ما يمكنش انا واحد في الماليه كيشد التريبل ديال واحد ديال الاستاذ. ما يمكنش، هذا ظلم. هذه حقره للتعليم ما نقبلهاش، انا ما نقبلهاش. وسيكون صوتي عاليا النظام الاساسي ديال الماليه. وسجلوا عليا لن اسكت، واقسم بالله لن اسكت. انا التعليم ما نحسش بالحقره، انا ما خاصنيش نحس بالحقره. العداله الاجريه خاصها تتحقق، هذا المطلب نناضلوا عليه. انا مع الهدف، مع الانصاف، مع تحسين الوضعيه، مع ايجاد حلول، ولكن اختلفنا حول الوسيله. هذا هو الفرق بيني وبين الاخوان. اختلف معكم حول الوسيله ماشي حول الهدف. انا مع الهدف، ما كيفاش نحققوا الهدف. اخوان قال لك الاحتجاج وجي معنا وسب الدوله وسب الحكومه ورفع شعارات ومشي وراء التنظيمات مع منين جايه. انا ما يمكنش، انا كندير السياسه، انا كائن سياسي. اما تنسوش الاخوان، انا كائن سياسي، انا انتمي الى حزب وانتمي الى حكومه وانتمي الى دوله ووطن. الفصل 118 والماده اللي كيقول بانه كل قرار اداري يجب صدر عن اي قرار اداري في المجال الاداري كيفما كان فرديا او تنظيميا، تنظيميا او فرديا، بلا ما ندخل راكم عارفين الفرق، تنظيميا او فرديا يمكن الطعن فيه امام الجهات القضائيه المختصه. وكتجي الماده 9 اللي كدير الاستثناء ديال الماده 8 في الهيئات المؤهله لتلقي الطعون، لانه كيعطينا الاختصاص الترابي، المحاكم الاداريه حسب الاختصاص الترابي، باستثناء بعض المجالات القطاعيه في الطعن في الاحزاب، الطعن في بعض القرارات التنظيميه، كنمشيو للمحكمه الاستئناف، المحكمه الاداريه بالرباط،
واما المقررات الصادره عن الوزير الاول او رئيس الحكومه، لان الوزير الاول كانت القانون الدافع 1999 كان كيتسمى الوزير الاول، دابا رئيس الحكومه، يتم الطعن فيها امام الغرفه الاداريه محكمه النقد. نطعنوا بالشرط ما نفوتوش اجل شهرين، وإلا ربحناه هذوك اللي كانوا سيستفيدون بموجب انه هذا النظام احدث اثارا قانونيه لصالحهم، عندهم الحق يدعيو الحكومه باش تعوض لهم المده ديال هذيك المده الفاصله ما بين النشر وبين الالغاء. كاينه اداه قانونيه، كاينه وسيله قانونيه فعاله.